نحكيو على تاجر، وكل تاجر على ماله فاجر. كيف ما نقولوا شه بدر التجار، امين التجار، القوافل متاعه توصل للغرب وللسودان، اشقو فاتوا ما بين جاوا والهند واسكندريه تجيب في الخيرات. قدر عليه ربي قافله فياوها القطعيه، اشقف غرقت قدام راسها دار، قامت شروه في البحر، اشقف اخرى قعدت تشهر في مرسى حتى فزدت السلعه، تضعضعت احواله واصبح من حال لحال، وسبحان مبدل الأحوال. كثرت عليه المداينية وبدا بيع هذه بيع هذه بيع هذه حتى وقف. وربي ينجينا وينجيكم من تقلبات الزمان إلا بالخير. سكر لحوينته وعنده بقية سلعة تفيت فات، هز حطهم في الدار وقعد على نفسه. قليل رب العالمين حط في قلبه افسد دمه امرض مات. خلى وليد، هاك الوليد هذاك يقرا في كتاب، ولد فقير يتيم، والله لا يتمنى ولاد منكم صغار. انهار واحد من ولاد الكتاب ختم، وبوه في خير، عمل متفرحات واستاذن اولاد الكتاب الكل. هاك الولد هذاك عنده حويجات شق في الهمه كما ما يقولوا، مخبتهم له امه الايام الاعياد. انهارتها جاء ماشي يلبس هاك الحوايج، القاه الصباط منقوب. يا امي قال لها صباطي منقوب. قالت له هذاك راهو فار نقبه. قال لها عاد فار ينقب الجلد، له صباط جبن. قالت له الفار يعمل اكثر من هكا وليدي. اي لبس صباطه ومشى لهاك اللمه متاع الاولاد، فطور ولعب وضحك وزهو وغناء وحكايات، وكل واحد حكى حكايه. قال لهم هو يا جماعه اليوم جرات لي غريبه، شوفوا هالنقبه هذه اللي في صباطي، هذيك عمايل الفار. قامت عليه الضحكه، فار كيفاش ينقب الصباط؟ واحد قال ما يحوكش، الاخر قال له يزي مبلوط، واحد قال له دور بغافل، واحد قال له فار بوطميره، هاك بوطميره هذاك ينجم ينقب صباط. قامت عليه التصفيقه بوطميره بوطميره بوطميره، وخرجت عليه الطلاعه. من نهارتها اولاد الكتاب ما عادوا يسميوه الا بوطميره. نهارتها روح لامه يبكي كيفاش الاولاد يكذبوه ويحشموه ويتفسخوا عليه. قالت له وليدي لو كان قالها ولد من اولاد المباسيط راهم صدقوه، اما انت وليدي يتيم وقليل، لو كان صدقوه اللي كذبوك، وعمره حد ما يقبل كلامك. وفي هالدنيا هذه الفقير ما احسنش من السكات ليه، على خاطر ما عندوش حظ في الدنيا. قعدت هاك الكلمة هذيك تحفر في قلبه، يرقد بها يقوم بها. وديما في الكتاب الاولاد ما مسمينه الا بوطميره، قوم يا بوطميره، اقع يا بوطميره، اجا يا بوطميره. وهو عاطي للذل كارو، عارف حده وقدر جده كما يقولوا، وعاش من عرف قدره. اي احفظ اختم تبرشن كبر ولا رويجل. قال لها يا امي توا نحب نخدم، وليت راجل. عندها كما نقولوا احدايد في يديها تبقاو من زمان الخير ومستحفظة عليهم، تقول هذمك باش الكفن وباش نوصلوا لي البقعتي. قالت له وليدي خذهم
برا بيعهم وحل حانوت بوك وشوف اش تدبر بسلعة بحقها للطرف هذايا الصياغة، واللي يقصد باب ربي عمره ما يخيب. عمل كيف ما دبرت عليه امه، حل حوينته، نظف نحى هاك الغبابر هذيك، مسح سيق، هبط للبركة، باع هاك الحدايد هذوك متاع امه، تفتف بحقهم شوية سلعة، رصفها في الطارمة وقال يا ربي على بابك يا كريم، يا مساح الدموع واللي يقصدك عمره ما يجوع. وبدالك يبيع ويشري، ومواظب ومستحفظ، والسين يغزل الحرير، والصدق والأمان، ومستقنع، والبيعة ما يسيبهاش لو كان ما فيها إلا صور دي ربح. بدات تتفلف حواله بشوية بشوية، بالخطيوة بالخطيوة، حتى ولات الحانوت قل لها ارترحل بالسلعة. عمل صانع، عمل زو صناع، اشترى الحانوت اللي في جنبه ودخلها حانوته، ولا مغازة، ولا يبعث في القوافل، ولا يبعث في الشقوفات كيف كما كان المرحوم، ولا شاه بندر تجار، والماشي ليه والجاي ليه، وما تتباع بيعة إلا ما يشوروه هو، وما يشريه التجار إلا بعد ما يشري هو ويتززأ، كيف ما كان المرحوم لهي التومي في بطوار، ولا سي فلان ولا سيدي فلان. وأكابر البلاد يتزاحموا ويعملوا في ديدات وسويقات أشكون اللي يسعدوا الحظ ويخطبوا في بنته. وبالطبيعة كلمة بوتميرة هذيك ما عادش تجبد، ونساوها الناس وحفظها التاريخ، والدراهم درهموني ولا اسمي يذكر. لكن هو باقي مش ناسيها الكلمة هذيك، وديما حتى بين عينيه ويقوم بها ويقعد بها. ونهار قال توا نحب ناخف على كلمة أمي. جاء عيد كيف ما نقولوا المولد ولا عطلان الربيع، بعثت لهاك الجماعة الكل اللي كانوا قراوا معاه في الكتاب، والكل رجال وكل واحد شنية صنعته. قال لهم راهو النهار الفلاني الحي راكم من ضيافي، نعديو النهار مع بعضنا في الثانية الفلانية. عنده ثانية كما نقولوا في منوبة ولا في غيرها، جنة على وجه الأرض وفيها كل ما يقول فم لسان. خلطوا هاك الجماعة عاري ولابس على خيولهم وعلى بغالهم، ويتزاحموا واعفس فيا ونعفس فيك، سي فلان عرف قدرهم واستاذنهم، وكل واحد يسعد ويفرحوا. اتلموا مع بعضهم دول شوف الثانية، قصوا النوار، ضحكوا لعبوا، جا وقت الفطور فطروا، اتنصبت المانجا متاع التاي ولا تفدلكات واشعار وابيات ونوادر وحكايات. قال يا جماعة، قالوا نعم. كل واحد قرب كرسيه ورشق فيه عينيه باش يسمع بانتباه. قال هاك النهار جاني واحد عربي قال لي هاك العام كنت شريت مهراس من عند المرحوم والدك، ونهارتها عندي قضيات أخرين خلصته في حقه وخليته له عنده، قلت له تو نرجع لك نهزو، لكن نسيت ما رجعتلوش، ما زالش زعما هاك المهيرس. قال قلت له يا ولدي بابا عنده اليوم يجي 20 سنة ولا قداش من اللي توفى، سلعته ما قعدتش. قال لي عاد انا دفعت له فلوسي. قال قلت له ها ونعطيك حقه. قال لا، نحب سلعتي تاعي. قال تفكرت اللي بابا وقت اللي بطل الخدمة اتبقات له قشيبشات هكا، جاب حطهم في الداموس بتاع عندنا في الدار. قلت العربي تاعي معايا، جا معايا، دخلنا للدار، هبطنا للداموس بكل غبابر والحاجة فوق اسبوع غبرة. فركست لقيت مهراز لوح، لكن فيه برشا نقب، مخرب مشرب مشرف، ماكل الفار. وعجب يا اخي، الفار
ياكل اللوح يا جماعة. قاموا هاك الجماعة الكل على فرض كلمة، قالوا ايه يا سيدي، ياكل الرخام مش اللوح، ياكل النحاس. قال لهم يا ولاد أحمد، يبدأ هاك العام وقت اللي قلت لكم كلاش جلد ضحكتوا عليا وكذبتوني وسميتوني بوتميرة، واليوم الفار ولا ياكل الرخام. والحديث قياس اللي لاباس عليه كلامه المعوج الناس يسقموه ويقبلوه صحيح قاطع شك ومصواب، وهذاك هو الحقيقة، ويقدروه ويعظموه ويبداو يعاودوا في كلامه ويترثوا به، ويصير حديث النوادي والمجتمعات وتسير به الركبان. والقليل مسيكن كلمته المصوابة هذيك معوجة، وما يسمعوا حد وما يتلفت له حد وما يصدقوا حد، وواحد ينظروا له بعين الاعتبار وواحد ينظروا له بعين الاحتقار.